وفي يوم سلمى كانت بتنظف المطبخ بالليل، تنحت من المنظر اللي شافته من الشباك. شباك مطبخ سلمى بيطل على الصاله بتاعت شقه فريد جارها. كانت شايفه الصاله ضلمه من كل حاجه ما عدا نور خفيف كانه نور شمع، ولمحت حاجات غريبه بيعملها بايده، وفي شفايفه بتتحرك بهمهمه كانها طلاسم، وصوته كان عالي كانه عايز الناس كلها تسمعه. وفجاه لمحت على الارض دايره مرسومه، وفي النص لقت طرحتها اللي اتسرقت من على المنشر بتاعها من يومين. اللي شافته ده كان تاكيد لكل شكوكها، فريد فعلا في حاجه غلط. بعد الحكايه دي سلمى بدات تراقب فريد، والراجل اللطيف ده بقى مصدر قلق بالنسبه لها. ومن اليوم اللي شافته فيه بدات كل يوم بالليل تسمع اصوات الطلاسم دي جايه من باب شقته، والقط بتاعها كان واقف قدام الباب بيحرسها كل يوم كانه واقف في نبطشيه. وفي ليله القلق خلاها تقوم من نومها وراحت تبص على الشباك من المطبخ تاني، وهي بتبص على الطقوس المرعبه اللي فريد بيعملها وهو ظاهر في الصاله، لقيت في ايده حاجه غريبه كانه ماسك ابره وبيغرزها في عروسه. وفي نفس الوقت اللي غرز الابره دي في العروسه سلمى جالها صداع واغمى عليها. الاغماء ده كان مجرد هروب مؤقت من الكابوس اللي هي شافته، بس هي ما كانتش تعرف ان في كابوس اكبر مستنيها.